الكتاب ده عن قصة حقيقية. كتاب اليوم. كتاب اليوم هو كتاب تزوجيه للوري جوتليب من إصدارات دار التنوير، والكتاب عبارة عن تجربة الكاتبة الشخصية في البحث عن الزوج المثالي. وفي رحلة بحثها دي بتعرفنا هي كانت إزاي شايفة هذا الزوج المثالي وقائمة الشروط اللي كانت لازم تكون متوفرة فيه، وإزاي رحلة البحث دي غيرت مفهومها ونظرتها للأمر ككل. لوري جوتليب بقى في رحلة بحثها دي استعانت بمختصين علاقات ومكاتب للمواعدات وأصدقاء وصديقات علشان بس تدينا زتونة وفن اختيار شريك الحياة. وبتطرح علينا الكاتبة مجموعة من الأفكار والمواضيع الواقعية جدا الممتعة والمسلية والمضحكة في كثير من الأحيان. الكتاب هيخليكي تغيري وجهة نظرك عن الحب والجواز بدرجة كبيرة، لأنها هتحطك قدام الأمر الواقع وجوهر الحياة الزوجية الحقيقية. هتناقشك في الأسباب اللي ممكن تخلي مجموعة من البنات ترفض شخص معين في مقابل مجموعة تانية من البنات بتتمناه زوج ليهم. هتكلمك عن تفكير البنات والستات دول عن دول ونظرتهم لنفسهم ونظرتهم لشريك حياتهم. هتناقشك كمان في الأسباب اللي ممكن تخليكي ترفضي شخص في عشريناتك وتندمي على الشخص ده نفسه في تلاتيناتك لو فضلتي قاعدة من غير جواز. هتكلمك في الكتاب كمان عن العلاقات السامة والاستحقاق. هتكلمك عن الفرق بين فرص المرأة في الزواج مقارنة بفرص الراجل وعلاقة ده بظروفهم وسنهم. هتبين لك كمان الفرق بين الرغبات والاحتياجات، واننا غالبا نقدر اننا نتنازل عن بعض الرغبات في مقابل الاحتياجات اللي احنا ما نقدرش ابدا نعيش من غيرها. زي مثلا انا لو برغب في شخص طويل واسمر وعينه ملونه في مقابل احتياجي لشخص حنون ومتفاهم ومبادر. هتكلمك كمان عن مفهوم التغاضي والتغافل في العلاقات وعن أكذوبة الحماس الدائم للشريك ووهم وأسطورة الحب أو شرارة الحب الأولى، وغيرها من المواضيع المهمة في أمر الحب والارتباط. كتاب الحقيقة مختلف وممتع ومبهج، وانا حسيت ان هو متوافق مع كثير من قناعاتي، لكن برضو حسيت ان الكتاب متحامل شوية بعض الشيء على الستات، وكان في بعض من القسوة والانحياز للراجل على الرغم من ان اللي كاتباه واحدة ست، ولكن يمكن علشان اللي كاتباه هو تجربتها الشخصية ورأيها فطلع الكتاب بالشكل ده. يمكن لو في يوم من الأيام راجل حب يعمل نفس التجربة ويتكلم شوية عن عالم الرجال علشان يقولك تزوجها، ساعتها ممكن يكون الموضوع منصف شوية. اقرأي الكتاب لو عندك مشكلة أو صعوبة في اختيار شريك حياتك، أو لو مش عارفة تقرري بسبب كل الناس اللي حواليكي اللي عملت لك تروما بسبب اختياراتهم السيئة وشكواهم المستمرة وعدم نجاحهم في إيجاد الزوج المثالي. الكتاب ده هيديكي جرعة حماس وأمل وفرصة جديدة إنه ممكن، ليه لأ. أنا قيمت الكتاب ده 3 من 5. اقرأوه هيعجبكم، ومتنسوش تشاركوني رأيكم في التعليقات، واستنوا فيديو جديد بمراجعة جديدة، وسلام عليكم.